السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم وفاء مصطفى. هعمل معاكم النهاردة طريقة جديدة وسهلة وناجحة ومضمونة 100% بإذن الله للكحك الناعم يا جماعة. بيدوب دوب وبطريقة مفيش أسهل منها. تعالوا نبدأ على طول. معايا كيلو دقيق، ده دقيق عادي، عليه كيس بيكنج باودر كيك شيف، ودي أول خطوة بعملها. واركن بقى الدقيق على جنب. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة، ولا هنسيبه يخمر ولا هنقعد نبس فيه كتير ولا أي حاجة. مقدار السمنة اللي أنا هستخدمه النهاردة 650 جرام من السمنة، عشان يطلع الكحك دايب كده وطعم السمنة باين فيه. لو هتعيريهم بالكوباية وما عندكيش ميزان، يبقى هتتعيري 3 كوبايات إلا ربع من السمنة. أنا مستخدمة النهاردة سمنة بقري طبيعية. تقدري تستخدمي أي نوع سمنة ونفس المقدار بالظبط. هحط بقى السمنة في الأول، ودي الطريقة بتاعتنا النهاردة. مش هنحط الدقيق وعليها السمنة، هنعمل العكس. بس هيطلع معاكم تحفة بجد، مش هتتخيلوا ان هو احلى من بتاع المحلات كمان. هضيف معلقة ونص من اللبن البودر على السمنة بتاعتي. السمنة كانت في التلاجة على فكرة، مطلعوها من التلاجة واخدة درجة حرارة التلاجة. حطيت معلقة نشا، دي هتدي ذوبان للكحك غير طبيعي. وحطيت معلقتين كبار هرميين ونص من السكر البودرة، يعني معلقتين ونص كبار سكر بودر. هنقلب الحاجات دي كلها، يا اما بمعلقة يا اما بمضرب يدوي او بمضرب كهرباء. المهم افضلي اضربي فيهم كويس كده لغاية ما القوام بتاعك يفتح بسرعة جدا. ده بيحصل. ما تنسوش حطينا هنا لبن بودر ونشا وسكر بودرة، وبنخلط كويس قوي. عايزة اقول لكم الريحة، طبعا ريحة السمنة اللي هتحطوها هتظهر دلوقتي وهتبقى خطيرة جدا. كمان ده هيسهل انها تختلط كويس قوي بالدقيق وبسرعة، وتدي طعم حلو جدا في الكحكاية بتاعتنا. هنزل بقى بالدقيق اللي عليه بيكنج باودر، ومحدش يقول لي فين الخميرة او فين السمسم او حتى فين ريحة الكحك. ريحة الكحك دي يا جماعة حاجة إضافية، بنضيف شوية صغيرين منها لو حابين، مش حابين ما بنضيفش أصلا. أهم حاجة يبقى الكحكاية ريحتها سمنة طبيعي كده جميلة. وبقلب بالمعلقة، ما بدخلش ايدي ولا حاجة دلوقتي، لغاية ما احاول كده اخلط يعني الدقيق مع السمنة بتاعتي بكل المكونات اللي حطيناها. بعد كده هنزل بقى بايدي وهفرك بقى شوية فيه لغاية ما احس ان الدقيق بتاعي خلاص بدأ يختفي. بسرعة جدا هتلاقوا الدقيق بتاعكم اختفى. وبعد كده بقى تعالوا على المرحلة المهمة اللي بعد كده. انتوا عارفين طبعا الكحك لازم يتبس، حتى الطريقة دي لازم نبسه، بس مش فترة طويلة، هنبسه فترة قصيرة جدا. فالبس ده يعني بنجيب شوية على ايد، وبالايد التانية ندعكهم كده، بحيث الدقيق يا جماعة يتشرب السمنة كويس جدا. وده بيديله نعومة، يعني كل ما تبس فيه كل ما الكحكاية تبقى ناعمة معاكي. خلاص كده انا بستيت فيه يعني شوية، وتأكدت ان هو يعني بقى ناعم. شايفين الملمس النعومة بتاعه العجينة، باينة ان الكحك ده هيبقى ناعم. بصوا كده، شايفين العجينة شكلها ايه؟ تعالوا بقى نشوف كمية السوائل المظبوطة، سواء لبن او مية اللي هنحطها، اللي هتظبط معايا الكحكاية وتخليها زي بتاع المحلات بالظبط. طبعا عايزة تحطي مية حطي، تمام جدا، احنا حاطين لبن بودر. عايزة تحطي لبن برضو حطي. وعلى فكرة الكحك ما بيبصش ابدا لما يتحط عليه لبن مهما قعد. والطريقة دي يا جماعة الكحك فيها بيقعد عندي بالست والسبع شهور. ودلوقتي انا نزلت بنص كوباية من اللبن في البداية، وهو كل اللي هياخده كوباية الا ربع من اللبن، ودي اقصى كمية تحطيها عليه. عشان كل ما تزودي في اللبن اعرفي ان كحكك ناقصه سمنة وهينشف معاكي. فكده احنا كده ضامنين باذن الله انه هيبقى ناعم جدا. ودي ربع كوباية، ويبقى كده كوباية الا ربع من اللبن او من السوائل من المية يعني. خلاص كده، يا ده يا ده يا جماعة، ما بنحطش الاتنين. وهنقلب مش هنعجن، يعني لو عجنا الكحكاية هتشد معانا وهتنشف شوية. لكن بنحاول ندخل اللبن جوه العجينة كده بالشكل ده. الاقي اللبن اختفى كده معايا، وبصوا انا بلف كده بس ايه العجينة، مش بقعد اعجن فيها. وبكل سهولة خلاص يعني بتبصوا تلاقوا العجينة خلاص اتشكلت تشكيل وتمام مظبوطة معايا. عايزة اقول لكم الكحك ده في الشتاء احلى حاجة ممكن تاكلوها، وطبيعي جدا طعمه حلو بجد. مع الملبن بقى، طبعا مش هجيب لكم مرحلة الملبن، انا جبت ملبن وعملته كور كده وهوريه لكم دلوقتي عشان نحشيه ملبن. حابة بقى تعمليه بالعجوة ماشي، حابة تعمليه بالملبن تمام، ولو سادة هينفع معاكي برضو. وخلاص كده السوائل كلها اختفت معايا وما بقاش يعني ما تعجنش. وهوريكم شكل العجينة بيبقى عامل ازاي. انا لما بكورها كده اهو بصوا، مفيش اي تشققات فيها، وده القوام بتاعها.
عجينة الكحك ما بتبقاش طرية يا جماعة، لو طريت معاكي هتبقى معجنة كده من جوه في التسوية ومش هتديك النعومة المطلوبة وهتبقي زودت لها سوائل. بصوا هي دي العجينة الصح بتاعة الكحك. هجيب بقى قطعة يعني عجين اهي واوريها لكم، مفيش فيها تشققات، تمام كده اطمنت جدا. خلاص كده هغطي بقى العجينة، طبعا مش محتاجينها لا تخمر ولا حاجة، معلهاش خميرة يا جماعة خالص، عليها بيكنج باودر بس، وده الاساسي في الكحك يا جماعة. وده الملبن اللي قلت لكم كورته كور كده على قد مثلا وحدة البندقية او اكبر شوية. وهجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه، ومش بندهن الصاج اي حاجة، زي ما هو كده بنجيب قطعة عجين. وخدوا بالكم ان العجين ما خمرش، فانتوا ما تكبروش يعني كمية العجين او الكحكاية، خلوها حجمها صغير كده. وبحط فيها الملبن زي ما انتوا شايفين، وقفلت عليه كويس، وزي ما هي دايرة كده، ما ببططهاش ولا بفردها بايدي ولا اي حاجة، وبحطها في الصاج. اما بقى لو حابة تعمليها سادة برضو هتكوريها كورة قد عين الجمل الكبيرة كده يا جماعة اهو، وهنحطها كده في الصاج. تمام. انا هحشيه طبعا ملبن، بس انا حبيت اوريكي ان يعني الحجم بتاعها لو عملتيها سادة بيبقى عامل ازاي. طبعا هنا الملبنية هي اللي مكبرة الحجم، لكن حجم العجينة مش كبير. وده ليه يا جماعة؟ لانه لسه هيزيد معايا في الفرن، البيكنج باودر اللي فيه هيخليه يعني ينفش شوية. تمام. خلاص كده انا هشكل يعني البصامة دي، بصوا بتدي الشكل الكحكاية الجاهزة، وانا عايزة اعمله النهاردة زي الكحك الجاهز بالظبط، وكمان سهلة. حابة طبعا تعمليه بالمنقاش اعمليه، حابة تسيبيه كده مجرد يعني تضغطي عليه ضغطة بأي حاجة كده، حتى لو بكوباية هينفع معاكي. مقدار الكيلو اللي انا عملته ده يا جماعة عمل لي صاجين وصينية كمان صغيرة من اللي انتوا شايفينهم دول، يعني الكيلو ممكن يعمل لك اكتر من 2 كيلو ونص من الكحك الروعة ده. وبمجرد ما بشكله على طول بدخله الفرن ياخد اللون ده يا جماعة، مش عايزاه ياخد لون ازيد من ده، والنار بتاعتي متوسطة وعلى الشبكة لغاية ما يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما الكحك بتاعي بيبرد بصوا الشكل بتاعه، التسوية بتاعته اهم حاجة ما ياخدش لون ازيد من كده معاكم، والنعومة بتاعته ناعم جدا بس في نفس الوقت متماسك، مش هنمسك الكحكاية كده تتهري مننا، لا هو ناعم جدا بس متماسك في نفس الوقت. وده عشان معمول بسمنة باردة يا جماعة مش سخنة. بنرش بقى بسكر بودرة كده، عشان الكحك لازم تحط عليه سكر بودرة. وبصوا بقى الملبن دايب دوب من جوه وتحفة بجد. طب تعالوا بقى نقدمه تقديمة حلوة كده تليق بيه، شايفين شكله وجماله بجد تحفة. قوموا اعملوه حالا يعني بجد، وانت واقفة هتعمليه مش هياخد منك اي مجهود خالص، وسهل ومضمون بإذن الله. مع كوباية شاي او شاي بلبن هينفع بقى معاكي في اي وقت. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافادة، يا رب تكونوا استفدتوا. حطوا بقى لايك للفيديو، شيروه في كل حتة. شكرا ليكم.